كابتن محمد ابو تريكه معاه. ايوه يا حبيبي، عامل ايه؟ كويس الحمد لله. تمام. انا اسمي خليل ياسر السيد. اهلا بيك يا خليل. انا عندي سرطان في الغدد الليمفاويه. ربنا يشفيك كده يا خليل ان شاء الله. وبتكلم من الاوضه بتاعتي ونفسي اقول للكابتن محمد ابو تريكه حاجه. اتفضل يا خليل. ممكن يسمعني؟ اتفضل يا حبيبي، اتكلم انا سامعك. ابو تريكه، انا هديله قصيده شعر، يا ريت تسمعها مني بالنيابه عني وبالنيابه عن المستشفى. اتفضل يا حبيبي اتكلم. ابو تريكه يا فنان، انت بجد صحيح انسان. سافرت او ما سافرتش، في القلب ليك مكان. اطفال 57 تهديك احلى تحية وتقولك بقلب فرحان بنحبك وفي اي مكان. دي حكايتك، دي حكاية ما تتوصفش في رواية، دي قلوب بجد بتدعيلك ومن قلبها بتهديلك احلى تحية واحلى واحلى سلام لاجدع واصدق انسان. بنحبك وبنستناك وعقولنا وقلوبنا معاك، وبجد شرفتنا وفي احلامنا شاركتنا. وهو جه الوقت خلاص علشان نقولك وباخلاص ان احنا بجد معاك، ولو هتسافر فين وياك. دي مش قصة وليها نهاية، دي بجد بجد بداية لحكاية انسان بسيط ما يهموش شهرة ولا صيت. ووقفتك معانا شايلينها لك وبحب حقيقي بنصونها لك. تعرف كم طفل في 57 يتمنى تكون له سفير؟ مش لينا لأ ولا ليك، ده ولادنا أمانة في إيديك. عملت لنا كتير وكتير، مش بس كام إعلان وتصوير ولا اسم يتحط في مقالة ويبقى فرقعة وحكاية. ده موضوع أكبر بكتير، ده إحساس ومشاعر وضمير من نجم كلنا حبيناه وبين رموشنا شلناه. اسمك مش محفور بس عندنا، ده كمان جوه في قلبنا. دي رسالتك رسالة عظيمة وبجد ليها قيمة، وخصوصا من نجم كبير شرفنا وفرح ملايين. عايزينك تفضل ويانا وتعيش فرحة أولادنا معانا. شاركهم أفكارهم وتلون أحلامهم زي ما عودتنا. خليك دايما جنبنا، ممكن تبعد بس شوية، بس اوعى تطول يعني. أصل ولادنا مستنياك وبشوق ولهفة دايما فاكراك. بنحبك وعايزينك، ولو هتسيبنا ما نقدرش نسيبك. دي رسالة حب بجد من ملايين. عشقة حد. هتفكر ولا ما نستناش الرد؟ رسالة من قلب أطفال مصر في مستشفى 57/3/57 لأبو تريكة الإنسان. خليل يا عظيم. شكرا يا كابتن.